السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيك. في الفيديو ده هقول لك إيه هو السر الحقيقي لبناء بيزنس ناجح معتمد على المحتوى المجاني بدون ما تدفع أي شيء في مصاريف الإعلانات أو التسويق. لو أنت بتفكر تبني بيزنس في الوقت الحالي ومش عايز تصرف فلوس كتير على الإعلانات والماركتينج، يبقى لازم تشوف الفيديو ده من الأول للآخر. المحتوى المجاني هو أقوى سلاح ممكن تستخدمه دلوقتي علشان تبني علامة تجارية قوية وتجذب متابعين وبعدين يتحولوا لعملاء دائمين مخلصين يشتروا منك. لكن إيه هو بالضبط المحتوى المجاني وإزاي نعمله بطريقة احترافية؟ في الفيديو ده هنتكلم بصراحة مطلقة بدون أي كلام غير منطقي، بس خليك معايا. اولا خليني اقول لك ايه هو المحتوى المجاني. هو عباره عن فيديوهات او بوستات سوشيال ميديا انت بتنزلها على قناه تسويقيه انت بتختارها لعملائك المثاليين. يعني ممكن انت اخترت مثلا تعمل حساب انستجرام علشان تبدا تنزل عليه محتوى مفيد لعملائك يحل مشاكلهم ويزود معرفتهم بالشيء اللي انت عايز تبيعه ليهم فيما بعد. الموضوع هنا بيتمثل في 3 خطوات بسيطه ليس اكثر. رقم واحد، هنختار قناه تسويقيه واحده. لو انت مثلا بتحب يوتيوب هتشتغل على اليوتيوب، ولو انت بتحب انستجرام ممكن تشتغل على الانستجرام، ولو انت عايز تعمل تيك توك اشتغل واعمل حساب تيك توك. وابدأ بعد كده اعمل تخطيط للقناة بتاعتك دي وجدولة للمحتوى بتاعك بشكل منتظم علشان تبدأ تنزل عليها محتوى مفيد ويحل مشاكل عميلك بشكل مستمر. ولازم تبدأ النهاردة، ما تتأخرش أكتر من كده، لأن احنا في سباق السوشيال ميديا والعلامة التجارية الشخصية. وبعد كده ابدأ في تنزيل محتوى احترافي لمتابعينك، وأهم شيء لازم تكون مستمر في تنزيل المحتوى بشكل منتظم. لكن الأهم من ده كله، خلي هدفك هو إفادة العميل في المقام الأول وإعطائه قيمة. لازم العميل يشعر بعد ما يشوف كل فيديو إنه استفاد بشيء ولو بسيط يحل له مشكلته علشان يعمل لك متابعة فيما بعد. وبعد كده يكون عميل محتمل يشتري منك أكتر من مرة، وتقدر من خلال كده تبني علاقة طويلة الأمد مع عميلك. كمان خليني أقول لك إن في بيزنس كتيرة جدا وبيحقق أرقام كبيرة جدا معتمد على المحتوى المجاني بس. بالفكرة دي أنت بتبني أصول وقصة رقم ليك هتعرف قيمته مع الوقت. الفيديو اللي أنت بتنزله النهارده هيفضل سنين يجيب لك متابعين ومشاهدات وبالتالي مبيعات للبزنس بتاعك، وبالتالي انت قللت مصاريف التسويق بتاعتك والمصاريف الاعلانيه، وبالتالي ده هيجي لك في المستقبل بشكل كبير. اللي انت بتعمله النهارده هتجني ثماره من بعد اول 3 شهور و6 شهور وانت طالع. هتفضل انت تحقق مبيعات ومتابعين والبزنس بتاعك هيكبر بشكل كبير. في اللحظة دي احنا بننتقل الى الخطوة رقم 2 وهي التسويق المجاني، وده جزء كبير جدا من المحتوى المجاني اللي انت هتعمله ان شاء الله. التسويق في اللحظة دي بيكون قوي جدا ليك علشان انت من خلال الكلام ده بتبني علاقة ثقة مع عميلك، فبالتالي هنا المبيعات هو ده المطلوب من الموضوع ده كله. مبيعاتك بتكون قوية جدا وبتحقق لك اعلى عائد على الاستثمار. في اللحظة دي العميل بيكون جاهز فعلا انه يشتري منك ومش محتاج عملية اقناع كبير زي الاعلانات. تخيل لو انت عندك 50 فيديو على يوتيوب او 100 فيديو على حسابك على الانستجرام وفيهم تسويق مباشر لخدمتك او منتجك، فانت هنا عندك قوة تسويقية تفوق الاعلانات بمراحل. ميزة تانية من مميزات التسويق المجاني انه مجاني، يعني انت مش بتتكلف شيء في انتاجه وممكن تبدأ فعليا من الصفر. وفي ناس كتير عملت الكلام ده بالفعل وحققت نتائج مبهرة. الميزة التانية انه بيدي لك ثبات في البيزنس تبعك، بمعنى انه يكون عندك شهريا نفس عدد العملاء او نفس عدد المبيعات، وده شيء مميز جدا في النوع ده من التسويق. على سبيل المثال لو انت معتمد على التسويق المدفوع الاعلانات، ممكن النهارده عندك 10 مبيعات، بكره عندك 50 مبيع، بعده عندك 5 مبيعات، فده اسمه عدم ثبات في البيزنس بتاعك. فتحليلاتك هتكون صعبة، فده اسمه وجع دماغ. ولكن التسويق المجاني ما فيهوش الكلام ده خالص. انت الشهر ده عندك 100 مبيعة، الشهر الجاي عندك 90، اللي بعده عندك 110، فده اسمه ثبات في البيزنس والمبيعات. الميزة الثالثة انه بيجيب لك مبيعات على المدى البعيد والمدى القريب، وده شيء مميز برضه. يعني فيديو انت ممكن تكون نزلته من حوالي سنة النهاردة يبدأ يجيب لك مبيعات، او ممكن يجيب لك مبيعات من فترة برضه، وده برضه شيء مميز. لما تكون انت حاطط المنتج اللينك المنتج بتاعك وموصل رسالة كويسة للعميل بتاعك، والعميل ساعتها بيبدأ يفكر فيك علشان يشتري منك ويبدأ يقارنك بالمنافسين. وفي ناس كتيرة بتعتقد ان الناس هتشوف المحتوى المجاني ومش هتشتري. بالعكس، انت طالما اعطيت قيمة وتعبت على المحتوى فالعميل هيحس بالقيمة دي، وفي ناس بتحس ان هي مدانة ليك، فبالتالي هيشتري باللينك بتاعك او هيشتري الخدمة بتاعتك ويتواصل معك ويبني علاقة ثقة طويلة الامد معك. اهتم بالتسويق المجاني، وهنروح للنقطة الثالثة دلوقتي، بس خليك معايا وما تقفلش الفيديو. الخطوة الثالثة والاخيرة هي البيع وتحقيق الارباح، وده سهل جدا من خلال اللي احنا بدأنا نعمله. ما تفكرش ان العميل شاف
شاف محتوى مش هيشتري منك. لا بالعكس، العميل مش بيشتري الكورس عشان المعلومات، العميل بيشتري علشان يوفر وقت، لانه لو حب يجمع معلومات عن شيء معين من اليوتيوب مثلا، فهو محتاج سنة او سنة ونص او سنتين، وده وقت طويل جدا علشان يكون ملم بكل شيء في المجال ده. فكده هو ضيع وقت. لكن لما بيشتري كورس منك هو بيوفر وقته بشكل كبير، وكلنا عارفين ان الوقت مهم جدا للانسان. لما بيشتري كورس العميل هيبقى ملم بالشيء اللي هو محتاجه في خلال شهر او اتنين او تلاتة، غير لما يبقى ملم بيه في سنة او اتنين. فهنا الفرق مش في المعلومات بس، المعلومات موجودة على اليوتيوب وجوجل. الشيء التاني، مبيعاتك هتكون شغالة حتى وانت بطلت تنزل محتوى لفترة من الزمن، لان في محتوى تم انشاؤه قبل كده وفي ناس بتبحث عن نفس الموضوع، فساعتها هتجيلك مبيعات بشكل مستمر ومن فيديوهات قديمه كمان. طبعا انت قبل ده كله هتكون حددت المصدر الربحي بتاعك وعملت السيستم التسويقي المبيعي بتاعك، وبما ان انت عندك مصدر ترافيك اللي هو مكان نجيب منه ناس، اللي هو المحتوى المجاني اللي قلنا عليه، فكده انت عندك بزنس قائم وثابت ومستمر بيجيب لك ارباح ومشاهدات ومتابعين وعائد مرضي ان شاء الله. فاتمنى دلوقتي تكون انت عرفت أهمية المحتوى المجاني وليه لازم تبدأ فيه. ما تعتمدش على الإعلانات بس حتى لو عندك ميزانية إعلانية، لأن أنت منطقيا مش هيفضل طول عمرك تعمل إعلانات. اعتمد على المحتوى المجاني. في ناس كتير عندها ميزانيات إعلانات وبتعمل محتوى مجاني على انستجرام ويوتيوب وتيك توك. فلازم احنا نبدأ من النهاردة، ما نبدأش نقول انا هنبدأ السنة الجاية او بعد 5 شهور او 6 شهور. بعد 5 6 شهور انت ممكن يبقى عندك مبيعين وتبدأ تجي لك مبيعات. ابدأ من النهاردة وتوكل على الله، وان شاء الله هتشوف نتيجة حقيقية ومبيعات، وممكن تشوف نتائج غير متوقعة بالمرة وغير اللي انت حاسبها بالمرة. ان شاء الله بالتوفيق، واتمنى تكون الرسالة وصلت، وان شاء الله اشوفك فيديوهات جاية. وما تنساش تعمل متابعة واشتراك في القناة علشان تبقى عميل مميز عندنا. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله.